بأن شهادة الحسين ستكون درجات عالية في الجنة، أعلى الدرجات، لأنها ستعطي معطيات. هذه المعطيات يأخذ منها الناس أجمعين، الصغير والكبير والبعيد والقريب. عجيبة، فرد امرأة في كندا في مدينة أوتاو هناك، امرأة مسيحية، شوي التفت لي هاي الحكمة بالله عليك، 3 الصلوات بأعلى الأصوات. هاي المرأة مسيحية، وصادف ويا أيام محرم ليلة 10 من محرم أنه عندها احتفال، بس هذا الاحتفال موسيقي، بس مو من هاي الموسيقى الدق والديجي وجماعتها، لا، موسيقى هاي اللي يعطون بها شهادات، ويحضر هذا ابو بدله وباروكه وبيده عصا وريجه يابس ويتعرق، من هاي الموسيقى اللي ياخذون بها شهادات. وهي القضيه تعنيها، وكانت مأجرة قاعة، هاي القاعة هو راح يصير بها الاحتفال. اخوتنا واحبابنا هناك شيعتنا الموالين ما لقوا مكان الا هاي القاعة يسوون بها محفل الامام الحسين عليه السلام، يأدون القضية شوية هناك في اوروبا في بعض الاجواء يراد لها عسر من ناحية امور ادارية، اذونات، اجازات، المكان اللي يسوون به، يعني الباركينج اللي يخلون السيارات، نظام إداري. إذا تريد شيء بحضور بكذا يستلزم أمور كثيرة، أمنية، عسكرية، سياسية، من هالقبيل، فيتعب الموضوع. إلى أن بمشقة لكن لقوا أكو مزاحمة أنه هاي المرأة ليلة 10 عندها احتفال، وهم عندهم مناسبة الإمام الحسين. هي موزعة بطائق الدعوة، هي موجهة دعوة لمحفلها. فصاحب القاعة انطى خبر للإخوة أنه أكو بمناسبتكم إزاحمكم فرد شيء اسمه كذا كذا، انطاهم الأمور. فراحوا يتعنوا إلها لهذه المرأة، هي كبيرة بالسن، إنسانة كبيرة. قالوا لها احنا ما نقدر، نريد القاعة إن بس في هذا الوقت. قالت لهم أنا هم ما أقدر، كنت أزاحم عندي، وزعت بطايق دعوة، وجهت دعوات، وهذا الاحتفال ضروري عندي يترتب عليه أمور كثيرة، وأنا بذلت وانطيت. قالوا لا احنا هم أمس الحاجة، أخذوا يتحدثوا لها بأمور عامة ما مخصصين لها شنو الموضوع. قالت لهم زين نجتمع أنا وياكم في نفس اليوم، أنا أسوي مناسبتي وأنتم سووا مناسبتكم، ماكو ضير. شنو الضير؟ هاي أنا القصة سمعتها في إسطنبول من نفس الشخص اللي هو في آوتاو، كان مرافقني في إحدى الرحلات، وهو نفس الموقف اللي صار وياه، من فمه إلى أذني إلى آذانكم، ونسأل الله الموعظة بحق الحسين. قالت له ما أنتم أدوا مناسبتكم وأنا أدوا مناسبتي، شو يمنع إذا احنا سوا؟ قال لا مناسبتنا تختلف، أنت مناسبتك شوية راحة فرح، احنا مناسبتنا دمعة، مصيبة، عبرة، مناسبتنا تختلف أجواءها، نعلق سواد، نلبس سواد. أخذ يعدد لها بأجواء، شافت أكو تضاد بين مناسبتها ومناسبتهم. قالت له شنو عندكم؟ اللي عندكم شنو؟ قالها عندنا تأبين لمقتول، وهذا يتطلب من عندنا الشغل، ما نقدر نجتمع وياك. يقول هي ارتخت، مو مثل موقفها بالبداية، ارتخت شوي، بعد ما تعرف ارتخت. مسيحية في أوتاو، إذا تريد تروح لها بطيارة يراد لك فد 12 ساعة يمكن توصلها، مو وقت سهل إذا تريد تروح لها وتشوف. قالت له شنو مناسبتكم؟ هاي مناسبتكم تلفت النظر. قالها مناسبتنا تخص الإمام الحسين. يقول أول ما لفظت الإمام الحسين كانت تقول له ستوب، هذا الاسم أنا عارفه، مر علي، هذا الحسين اللي في كربلاء.
الحسين اللي في كربلاء؟ قال له إيه هو. قالت له هو نفسه. قال له نفسه. قالت له أنا منسحبة من الموقف تماما، وراح أغير كل أموري وأغير كل موقفي، وأنتم إلكم القاعة. أنا إكراما لهذا الشخص أنا منسحبة من الموقف. مرأة مسيحية موسيقية، الله قال اللي يحب الحسين ايش ياخذ من الحسين؟ اللي يريد الحسين هدف ومنهج ايش ياخذ من الحسين؟ اللي الحسين طريقة ايش ياخذ من الحسين؟